فضلا أنه أنت شوف حجم المعاناة المنتسب اللي يسافر وعائلته ووضعه، كذلك البعد الاقتصادي. أنا ليش أطلع هذه الكتلة النقدية من البلد؟ هو يجي هذا الكادر الأجنبي المتخصص يجي هنا، أوفر له المستشفى، أوفر له الأجهزة، وأخليه يقدم الخدمة وفيها من المزايا الاقتصادية على مختلف المجالات. فالدعم هنا لهذا التوجه مضاعف. الدفاع أيضا، مستشفى الحسين أيضا احنا بصدد البحث أو النقاش مع إحدى المؤسسات المختصة. منتسبي قوى الأمن الداخلي لهم رعاية خاصة، وواجبنا احنا كدولة اليوم يتصدون لمختلف التحديات الأمنية. واجب الدولة، واجب وزارة الداخلية أنه توفر لهم أفضل سبل الرعاية الصحية والعلاجية والطبية. هذا واجبنا تجاه من